في الساعة 11 صباحا 28/6/2016 أقلعت طائرة سيدنا كرفان من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية. الطائرة كانت في رحلة استطلاع فوق عامرية الفلوجة ومناطق البحصي. رصدت الطائرة تجمعات تكتلات بشرية كبيرة وأعداد ضخمة من العجلات المدنية. ظنوا بالبداية انه هي كانت يعني اشبه بزفة العرس او شيء من هذا القبيل، فما قاموا بمعالجتها، وصدرت الاوامر من القيادة الى طيار بالانسحاب والعودة الى القاعدة. بعد عرض الفيلم على التحليل الاستخباري اكدت لجنة التحليل الاستخباري بانه العجلات هذه بما لا يقبل الشك تابعة لداعش، ومن هنا بدأت الملحمة. الجماعة ما صدقوا وأرسلوا طائرة أخرى حتى تجيبهم فيلم آخر لتكون الصدمة قد حلت. العدد زاد إلى أكثر من 1000 عجلة، وبدأ الرتل بالتحرك من منطقة البوحصي، تقريبا كانت شرق عمرية الفلوجة باتجاه كربلاء، يعني بدأ الزحف. كانت القيادة قد كثفت من جهودها الاستخبارية لمتابعة الموقف وتسجيل تطوراته. وردت معلومات من عدة مصادر أن هنالك رتل ينوي التحرك من منطقة البحصي غرب عمرية الفلوجة باتجاه الصحراء، تنوي إما الهجوم على كربلاء أو الهزيمة باتجاه معين. كانت حالة جوية رديئة، مدى الرؤية لا يزيد عن 50 متر وهو خارج عمل طائراتنا وحتى القوى الجوية. اتصلت بقائد قاعدة الحمانية، وكان أيضا الجو رديء ولم يستطيع الطيران. أبلغت قيادة الفرقة الثامنة عن تحركه، وأيضا تم إبلاغ القوات الموجودة في كربلاء من سرايا السلام والعصائب والكتائب، وأيضا فرقة العباس القتالية التابعة للحشد الشعبي، كلهم استعدوا لمعركة خط صد عن كربلاء. الرجل كان يعني جدا ضخم ومتحرك. كان لدي اتصال مباشر بيني وبين المعاونة المشتركة فريق عبد الأمير، وكنا نريد أن نجد الحل لمعالجة هذا الرتل، وفعلا هو بدأ ينطلق الرتل حسب معلوماتنا من الفرقة الثامنة بال12:05 بدأ يتحرك ليلا، وكنا نبحث عن وسيلة لإيقاف هذا الرتل. اتصلنا بإخواننا في كربلاء، حذرناهم أنه الرتل متوجه باتجاه كربلاء، ورتل يعني مخيف، أكثر من 1000 سيارة، ولديهم كافة الأسلحة 37 ملم وحاميات وهاونات وعبوات ناسفة و20 ملم و23 ملم، ورتل مدجج بالسلاح. الساعة 12:37 أقلعت طائرة أيضا من طراز سيدنا كرفان، لكن هالمرة أقلعت حتى تعالج، وفعلا ضربت مقدمة الرتل ودمرت حوالي 8 عجلات. بس المسألة ما تكمن من 8 عجلات، اللي يخوف داعش هو انه رتلهم اصبح مكشوف، والقيادة عرفت هم وين بالضبط وراح يوجهونهم ضربات اكثر واكثر. معلومات أنا حاليا بمنطقة الواجب المعلوم، والحالة الجوية تسير، ويمكن ما راح أقدر أستمر بالواجب. ايش قد مدى الرؤية يمك؟ مدى الرؤية حاليا بحدود أقل من كيلو، ودا يتردد الجو، ألاحظ إنه الحالة الجوية دا تتردد. طيب بالسلامة إن شاء الله. الأمر يمك، أنت تقرر. شوف إذا الحالة تسمح عالج الهدف إذا الجو يسمح. ما دا أقدر، حتى الكاميرا ما بيها وضوح والأهداف غير واضحة، فإذا ممكن يعني أطلب العودة. حاول تتقرب على الهدف، إذا بها مجال ويطلع عندك بالكاميرا عالجه، وإذا تشوف الحالة تتردى انسحب، والأمر يمك إن شاء الله. أنا حاولت وتقربت ودا لاحظ إنه ما دا أقدر أميز الهدف، فإذا ممكن الانسحاب لأنه الحالة الجوية ما تساعدنا على الاستمرار، حتى الكاميرا غير واضحة. طيب انسحب بالسلامة إن شاء الله. بالسلامة الله. اقطع تشكيل مروحيات بعد الضربة، هالمرة ايضا حتى يضرب، لكن ما تمكنوا من المعالجة لسوء الاحوال الجوية. كان الوضع سيء جدا، ولكن قدروا عن طريق المدى الليزري يحددون طول هذا الرتل بتقريبا 10 كيلومتر. صدمة كبيرة، رتل يعني 10 كيلومتر باتجاه كربلاء ما يقدرون يضربوه، هاي كارثة كانت. قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية ما كان بها عدد يكفي من الطائرات، فأقلعت من قاعة الحبانية
تشكيل سمتيات من طائرات البيل 407 الأمريكية واليوروكوبتر الفرنسية. بس تقول لي أبو شاب ليش هاي الطائرات بالضبط؟ عزيزي الجو كان يعني جدا كحالة طقس، كان الوضع رديء، جو رديء كان. يعني احنا قاعد نحكي تقريبا الساعة فوق 1 بالليل، وأيضا أجواء يعني ظلمة عاتمة، تقريبا كانت ليلة القدر في وقتها. فهذه الطائرات بكاميرات الحرارية، بالأنظمة المتطورة تمتلكها، بالذخائر الذكية اللي عندها، كانت قادرة على استطلاع هذا الرتل ومعالجة هذا الرتل بشكل أفضل، خصوصا هاي رحلة استطلاع لأن ما كانوا يعرفون الرتل وين شا وصل. عيني محمد شوف لي انواع جويه، اجواء شلون هناك. تشكيل ناظم ضد القرار، اسمعني فوق المنطقة إن شاء الله. إذا كنت تكون الموقف اليمين. واضح. سيدي حاليا نحن كطيران جيش كل نصف ساعة في العشرة ربع ساعة أبعد تشكيل، ولكن لا يستطيع الاستمرار لأنه مدى الرؤية جدا قليل، بحيث رقم 2 نمبر 2 ما يقدر يشوف الليدر. الطائرات اللي وقعت من قاعة محمد علاء أحد التشكيلات، من كثر الضباب البايلوت ما كان يقدر يشوف الليدر في أثناء المهمة. تقول أبو شاب شنو بايلوت شنو الليدر؟ شوف عيني. طائرات 128 وال 135 يجي بيها طيارة، يجي بيها مقعدين، مقعد للبايلوت ومقعد للليدر. الطيارات بالعادة تكون بيها بايلوت كو بايلوت، طيار ومساعد طيار، وايضا ليدر في بعض الاحيان. الليدر يلعب ايضا دور الملاح في بعض الاحيان. فطائرات ال 135 وال 128 ما بيها كو بايلوت، بيها بايلوت وليدر. البايلوت تصير بالخلف ومقعد الليدر يصير للامام. البايلوت من كثر يعني هو طبعا ما يحتاج الجامات هالقد، بس بالجامة مشان يقدر يشوف المقعد مالت الليدر وتتصور بعد. طبعا هاي الحالة حدثت مع احد التشكيلات، لانه كان طيران جيش يرسل تشكيل بعد تشكيل كل 10 دقائق كل ربع ساعة. الساعة بال21 دقيقة بدأ الجو ينفرج. الحالة الجوية كان لدينا أنه الجو يبقى إلى ثاني يوم ظهرا هذه الحالة. بدأ بعد هناك انفراج في الجو، استطاع أول تشكيل طيران الجيش أن يحقق تماس مع هذا الرتل. الطريق هو سلكة، طريق متكسر باتجاه المسيب على الرزازة، على اليمين باتجاه ناظر المجرة. وبما أنه الطريق يعني مكسر وصحراوي سرعته بطيئة، طائراتنا ممكن أن تلاحق أينما ذهب. فبعد تحقيق التماس بال21 دقيقة، هذا بالنسبة لنا احنا يعني تحقق النصر التام.